تعالوا بقى نعمل شوية حمص حلوين قوي قوي، سهل وسريع جدا جدا ومش هياخد مننا وقت خالص. عندي نص كيلو من الحمص المنقوع، طبعا ده نص كيلو نقعته 24 ساعة. وهجيب الحلة بتاعتي وهبدأ احط الحمص، وهنا الطماطم طبعا انا عصرتها ومصفياها. هبدأ احط الطماطم بتاعتي، وهنا فصين من التوم المهروسين. ما تحطيش التوم صحيح، لما تحطيه مهروس كده بيدي طعم احسن، والنكهة بتاعته بتبقى جميلة جدا جدا. وهبدأ احط كل ده على النار، وهبدأ بقى اجيب التوابل بتاعتي. توابلي بسيطة جدا، نص من الثوم البودر، ونص معلقة من البصل البودر، ونص معلقة من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة من الكمون، ونص مكعب مرقة. النص كيلو بياخد نص مكعب مرقة، والكيلو بياخد المكعب كله. وهبدا بقى ان انا اشوف الحمص بتاعي، ولو الميه نشفت وهو لسه ما استواش هبدا ان انا ازود ميه سخنه لحد ما يستوي. دخل في مرحله السوا هبدا احط التوابل بتاعتي، وهقلب كده قلبتين كده ويغلي غلوه واحده، وهبدا ان انا ارفعه من على النار. هبدا بقى ان انا اعمل الدقه بتاعتي زي بتاعه العربيات. عندي هنا بقى الكمون والشطه، وجبت هنا ازازتين، طبعا استعنت بازاز بتاعه العيال. هاخد بقى كده معلقه من الشطه في الازازه الاولانيه، والازازه التانيه معلقه من الكمون. وهنا طبعا مقطعه شرايح من الليمون. اللي عايز بقى طبعا بيحب الليمون على الحمص يقدر ان هو يعمل كده، يحط الليمون على الحمص. هبدا بقى اجيب الميه بتاعتي، هحط شويه في الازازه الاولانيه اللي فيها الشطه، والازازه التانيه اللي فيها الكمون هحط برده شويه من الميه. وهي دي الدقه بتاعتي، دقه بقى شطه ودقه الكمون بتاعتي جميله جدا جدا وزي بتاعه العربيات بالظبط. حمص جميل جدا، طعمه حلو. عايزه اقول لكم لما تعملوه بالطريقه دي بجد بجد يعني مش هيقعد معاكم. اللي بيحب الحمص هيحب يعمله مره واتنين وتلاته، سهل وبسيط. نحطه في كوبايه. الحركه دي قديمه، كانوا بيعملوها الاول، دلوقتي طبعا ما بقوش يعملوها، بقوا يقدموها في كوبايات تانية خالص.